يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. اليوم تحليتنا مهلبية بجوز الهند بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة بكل بيت. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. معي هون لتر من الحليب البارد، بنحط عليها 3/4 كاسة من السكر وكاستين من جوز الهند ونص كاسة من السميد، أي نوع سميد، ناعم أو خشن أو وسط مش مهم، معلقة صغيرة من الفانيلا. بنحركهم على البارد وبعدين بنحطهم على نار وسط وبنضلنا نحرك فيهم طول ما هي على النار لحد ما يصير الخليط كثيف. بعد ما يصير الخليط كثيف ويغلي بنحط عليهم مقدار معلقة كبيرة من الزبدة ونحركها حتى تذوب. معي هون صحون التقديم، معي أنا هون بسكوت شاي مكسر، كسرته خشن يعني قطع. وبعدين بحط في كل صحن شوي من البسكوت وبحط أول طبقة من المهلبية وبفردهم بظهر المعلقة، وبعدين برجع بحط طبقة تانية من البسكوت فوق المهلبية بكل صحون، وفيكم تستخدموا جاط بايركس، ونحط كمان طبقة من مهلبية جوز الهند. هون إضافة اختيارية من عندي، كان عندي أنا علبة قشطة، طبعا فيكم هالإضافة تستغنوا عنها مثل ما بتحبوا، وبحركها كتير منيح حتى يصير قوام القشطة كتير ناعم. وبحط على وجه كل صحن مقدار معلقة كبيرة من القشطة وبفردها وبزينها بالفستق الحلبي. طبعا موضوع الزينة برجع لكم وحسب ذوقكم الشخصي. وزينتها بشوية قطع من البسكوت وبس، وبتدخلوها على الثلاجة وبتتاكل باردة. هي كانت وصفتنا لليوم. إذا عندكم أي تعليق أو سؤال يا ريت تحطوا لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو، وبدي دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد، وصحتين وعافية.